الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون أيتها المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو صيام رمضان. فرض الله صيام رمضان، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان، فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر جزاؤه الجنة. شهر المواساة، شهر يزاد في رزق المؤمن فيه. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار. قلنا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. فقال صلى الله عليه وسلم: يعطي الله ثواب ذلك من فطر فيه صائما على تمرة أو مذقة لبن أو جرعة ماء. أيها المؤمنون، هذا شهر رمضان فرض الله صيامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في رمضان 5 لم يعطهن نبي قبلي. أما الأولى فإذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله تعالى إليهم، ومن نظر إليه لم يعذبه أبدا. وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة. وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول: يا جنتي، استعدي وتزيني لعبادي، أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى دار كرامتي ورضواني. وأما الخامسة فإذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله تعالى لهم. قال رجل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا. ألم تر أن العمال يعملون فإذا انتهوا من عملهم وفوا أجورهم؟ أي فكذلك الصائمون يصومون، فإذا انتهوا من صيامهم غفر الله تعالى لهم. أيها المؤمنون، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. الصائم الذي لا يصوم عن اللغو والرفث، واللغو
هو الكلام الفاحش، والرفث هو ذكر النساء